جاهزين؟ يلا بينا. فيلمنا بيبدأ مع زوج اسمه أندي وزوجته كاي، وكان عندهم بنت اسمها روز، وبيكونوا عايشين في عوامة في نهر في استراليا. بعد ما انتشر فيروس في العالم بيحول الناس لزومبي في خلال 48 ساعة. وهم ماشيين بالعوامة في النهر، لاحظ أندي إن في طفلين بيلعبوا على ضفة النهر ونادى عليهم، ولكنهم جريوا ناحية والدهم اللي بسرعة طلع مسدس علشان يحمي أسرته. وبيكمل هنا أندي في طريقه، وبعد شوية بيلاقي أندي في النهر إمدادات كانت عايمة على وش المية. وبعدها بيشرح لزوجته إن الأكل اللي معاهم قرب يخلص ومفيش حل غير إنه يخرج يدور على أكل في أي مكان. بعدها بنشوف بنت صغيرة من السكان الأصليين وهي بتصلح نعل جزمتها. في نفس الوقت بيشوف أندي مركب مهجورة وبدأ يفحصها، وبيلاقي إنه مليان بالأكل وأغراض تانية كتير. بيبدأ أندي هنا يجمع في الأكل، بس بيسمع صوت مخيف جاي من ورا الباب، لكنه ما بيهتمش ولا حتى بيحاول يعرف ايه الصوت ده. وبيخرج بسرعة ويرجع العوامة بتاعته وبيدي لمراته الأكل وباقي الأغراض. وبعدها بيكون أندي نايم، وبتقرر كاي إنها تروح المركب علشان تجيب حاجات إضافية وضرورية ليهم، وده طبعا بعد ما أقنعت نفسها إن المركب أمان. لكن بتسمع فجأة صوت مخيف وبتحاول تخرج من المكان بسرعة، ولكن بتلاقي حد بيشدها وبيعضها في رجلها، وغالبا بيكون زومبي. وبيصحى أندي من النوم على صوت عياط روز، وبيشيلها ويقوم يدور على كاي، وبيلاقي آثار دم على الأرض. وفي نفس الوقت ده بتكون كاي في الحمام بتحاول توقف النزيف مكان العضة. وبعدها بتفحص شنطة صغيرة اصطادها أندي من النهر، ولقت فيها عداد وقت على شكل إسورة، وبتلبسها وتشغلها علشان تعرف الوقت اللي باقي قبل ما تتحول لزومبي، وبيكون باقي 48 ساعة بالظبط. وبتلاقي كمان حقنة مسكن قوية جدا بتساعد المصاب انه يتنقل من مكان لمكان من غير ما يحس بالألم. وفي الوقت ده بيضطروا يسيبوا المكان علشان يدوروا على اي مساعدة طبية، وفي طريقهم بيشوفوا جثة محروقة على الأرض. المشهد بيروح لبنت من السكان الأصليين للمكان اسمها سومي، وبتكون قاعدة بترسم، وبعد شوية بتسيب مكانها وبيكون معاها أرنب ميت وبترميه في حفرة. وبتسمع بعدها صوت مرعب خارج من الحفرة دي، لدرجة إنها حطت إيديها على ودنها من كتر الصوت. وفي الناحية التانية بيلاقي أندي وكاي عربية، وبتركبها كاي وبتلاحظ سائل أصفر على الكرسي. وفي الوقت ده بيكون أندي بيحط بنزين في العربية، وبيشوفوا حد جاي ناحية العربية وبيكون زومبي وهيهجم عليهم، ولكن أندي بيجري بالعربية بتاعته وبيقدر يهرب. وهم في طريقهم بيلاقوا زومبي راسه محشورة في الأرض، وبيمشوا وبيكملوا طريقهم لمكان بعيد. وبتنزل كاي علشان تغير للروز، ولكن فجأة بتقع كاي على الأرض وبتفضل ترجع دم وهي بتتشنج. وبيجري عليها أندي وبيحضنها وبيحاول يهديها، وكان حاسس من تصرفاتها إنها خلاص بتتحول لزومبي. وبنروح هنا لسومي اللي بترمي تعبان ميت في الحفرة، وبتلاحظ بعدها إن مفيش أصوات خارجة من الحفرة. بتحاول تنزل علشان تشوف المكان لكن بتجري فجأة. وبنروح هنا لأندي وبيكون راكب العربية، وبيلاحظ على كاي إنها رجعت لطبيعتها، وبتفحص الجرح وبتلاحظ إنه بينزل سائل أصفر. وبتخرج من العربية بسرعة وبتصرخ من خوفها إنها تتحول لزومبي وتأذي بنتها. وبيحضنها أندي وبيهديها وبيقنعها إنها تيجي معاه، وبيركبها هنا العربية وبيكسر أكرة الباب علشان ما تحاولش تهرب منه. وهم في الطريق بيتفاجئ أندي بزومبي قدامه، وبيحاول يبعد عنه لكن بيختل توازنه وبيدخل في شجرة، ولكن من حسن الحظ نجوا بحياتهم. بس أندي بيغمى عليه وبيفوق وبيلاقي مراته اتحولت لزومبي، فبيحاول ياخد بنته بسرعة ويخرج من العربية، ولكن زوجته قدرت تمسكه وعضته من ايده. وهنا بيلبس عداد الوقت في ايده وبياخد حقنة المسكن علشان يقدر يتحرك ببنته. لكن هنا بنته بتعيط وبيحاول يهديها بالعطر بتاع مامتها. في الوقت اللي كان قاعد فيه أندي بيرتاح، شاف الزومبي اللي كان السبب في الحادثة جاي ناحيته، وبيمسك أندي فرع شجرة وبيحاول يدافع عن نفسه. في الوقت ده بتيجي سومي وبتعور ايدها وبتمسح الدم في الشجرة علشان تلفت انتباه الزومبي، وبيعرف أندي منها ان الزومبي ده يبقى باباها. بعدها وصل أندي للمكان اللي قالت عليه مراته قبل ما تتحول، وبيدخل المدرسة وبيتعرف على إيتا اللي كانت بتشتغل مدرسة. وبتبدأ هنا تنظف الجرح لأندي، وبتقوله ان معظم السكان الأصليين والطلبة سابوا المنطقة وهاجروا. بيخرج هنا أندي بعدها عشان يشم هوا، وبيلاحظ ان في نار وان في كمان واحدة بتنادي بصوت عالي. وفي الليلة دي بدأت علامات التحول تظهر على أندي، وبيجيله نوبة صرع وبيرجع دم. وفي تاني يوم قابل إيتا وبيقول لها انه بيدور على واحد اسمه ويل علشان يسيب بنته معاه ويهتم بيها. وبتشرح له إيتا سبب الحريق اللي السكان الأصليين بيعملوه، وهو انهم بيحرقوا جثث الزومبي كتحذير ان الزومبي ما يجوش المكان ده.
وبيمشي أندي وهو شايل بنته على ظهره، بس فجأة وهو في الطريق بيقف علشان يسكب بنته اللي كانت بتعيط. وبعدها بيعدي على أكتر من زومبي وهم ماشيين في الطريق كانوا حاطين راسهم في الأرض، ويسيب المكان بسرعة، بس بيكون زومبي شافهم وبيقوم وراه. وبيشوف هنا أندي عربية وبيحاول ياخدها، لكن بيوقفه راجل اسمه فيك اللي بينقذ أندي من الزومبي، وبيدي أندي المفتاح، بس بيشرط عليه يحرره من المكان اللي هو فيه. وبيوافق أندي بسرعة من غير تفكير، وبيتحركوا بالعربية بسرعة قبل ما الزومبي يهجم عليهم. وبعدها بياخدوا فيك للملجأ اللي عايش فيه، وهو عبارة عن مصنع غاز قديم. وبيعرفوا على زوجته لورين اللي كانت مندهشة أصلا لما شافت إن لسه في بشر عايشين. وبعد شوية فيك بيطلب من أندي إنه يسيب بنته مع لورين ويروح معاه الشغل. وهما في الطريق بيعرف منه إن شغله هو ضرب النار على مجموعات الزومبي علشان ياخد منهم ممتلكاتهم. ولما بيوصلوا أندي بيكتشف إنه بيجمع الزومبي من خلال ناس عاديين كانوا جوه قفص وبيستخدمهم كطعم للزومبي. وبيزعل أندي لما بيلاقي سومي محبوسة في القفص. وبنروح للورين والطفلة، وفجأة بتقطع الكهرباء والبنت الصغيرة بتخاف، فبتلعبها لورين علشان تسكت، وبتلاحظ على هدومها سائل أصفر. ونرجع لفيك وأندي وهما في الشغل، وبنلاقي إن فيك بيستخدم حاجات غريبة علشان يلفت انتباه الزومبي زي الدم وأعضاء بشرية. كل ده وأندي مش فاهم إيه الحكمة في اللي فيك بيعمله. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا المكان اللي عايشين فيه، وبتقول لورين لأندي إنها اهتمت بروز وغيرت لها هدومها وكل حاجة بقت تمام. وبعد شوية بدأت إيده تترعش وهو بيلاعب روز. وبعدها بتجيله لورين وبتقوله إنها مش زوجة فيك، وإن هو شخص أناني أنقذ نفسه مقابل موت جوزها وموت عمال المصنع كمان. وفجأة بيظهر فيك بعد ما سمعها وبيضرب أندي بظهر البندقية. وبعد شوية بيفوق أندي وبيلاقي نفسه في القفص اللي فيه البنت سومي، لكن بحكم الموقف اللي هو فيه جاتله فكرة وبيبدأ في تنفيذها. وبيلعب في الحبل ولفت انتباه الزومبي وشدوا الحبل وفتح الباب وقدر يهرب بسرعة أندي وسومي من القفص. وهنا بيروح للورين بسرعة وبنته روز علشان ياخدهم ويهرب، ولكن بيظهر فيك فجأة وبيضرب عليهم نار. ولكن بتظهر هنا لورين علشان تحميهم وبيجي فيها الرصاصة وبتموت لورين. وبيهرب أندي وسومي وبيروحوا للقفص اللي محبوس فيه الراجل اللي شافوه قبل كده، ولكن بيتفاجئ انه مش موجود. وبعدها بيقدر أندي انه يهرب بعيد عن فيك، وبيقضوا هنا الليل في حفرة وبيقدروا يفكوا السلاسل اللي في ايديهم. وبعدها ناموا من التعب. وبتصحى سومي على صوت أندي وهو بيخبط دماغه في الحيطة والدم خارج من راسه. وفي اليوم الجديد وهما ماشيين أندي بيتكلم مع سومي عن باباها، وبيقول لها ان اللي بيتصاب بالمرض ده مش بيتعالج لو فات عليه 48 ساعة. سومي هنا بتتضايق من كلامه وبتجري بعيد. وبعد كده بتلاقي باباها ميت عند شجرة وبيروح لها أندي وبيحاول يهديها، لكن بيمشي ويسيبها لما بتتعصب عليه. ولكن بتسوء حالته لدرجة انه بيحاول يدفن راسه في التراب زي الزومبي ما كان بيعمل. وفي الوقت ده بتقرر سومي ان هي تساعده. بعدها بيفوق وبيلاقي سومي شايلة بنته وبيفهم انها رجعت علشان تساعده وانها توصله للنهر. وبيوصلوا فعلا للنهر وبيركب لانش وبيروحوا للمخيم اللي شاف الأطفال آخر مرة فيه وهم بيلعبوا. ولما بيوصل هناك بيدور أندي على الأسرة اللي كانت مع الأطفال وبيقابل باباهم، لكن للأسف بيلاقيه تعرض للعض من الزومبي. وبدون مقدمات بيطلع الراجل مسدسه وبيقوله إن المسدس فيه 6 رصاصات، هو هيستخدم 4 علشان يقتل نفسه وأسرته. وبيقوله بعدها خد المسدس خليه معاك. وبعد ما استخدم ال4 طلقات راح أندي خد المسدس وكان متأثر باللي حصل، وبيفكر إن هيجي الوقت عليه وهيعمل في نفسه هو وبنته كده، وكان بيفكر فعلا يقتل نفسه. ولكن فجأة بتجري ناحيتهم سومي وبتقوله إنهم يرجعوا لأهل القرية وإن ده الحل الوحيد والأأمن ليهم. ومشيوا فعلا وبيدوروا على المكان اللي فيه السكان الأصليين. وفي طريقهم دخلوا جوه نفق سكة قطر، ولكن بيظهر قدامهم فيك وبيحاول أندي يشتت انتباهه علشان يخفي أنظاره عن سومي. وبيطلع فيك بندقيته وبيضرب نار على أندي اللي بيستخبى منه. وبعدها بيهجم عليه وبيتخانقوا. وبتخرج هنا سومي من العربية علشان روز كانت بتعيط، وبيروح فيك ناحيتهم وبيضرب سومي وبتقع على الأرض وبيغموا عليها. وبياخد روز وبيفوق أندي من الضرب وبيروح على سومي وبيتأكد إنها لسه عايشة. ولما بيروح هنا ناحية فيك بيلاقيه بيحضن بنته وهو بيعيط، وبيقرب أندي منه وبيقعد جنبه وبيطلب منه إنه يديله بنته، لكن أندي هنا بيرفض. بس بعدين بيديهاله وهو بيعيط وبيقوله إنه حزين على موت لورين وإنه ما كانش قصده يموتها. وبعدها بيكملوا أندي وسومي والطفلة رحلتهم، وهم في الطريق بتبان على أندي أعراض التحول الأخيرة، وبيعرف إن كلها دقايق ويتحول. فبيطلب من سومي توعده تخلي بالها من روز وتوصلها لبر الأمان.
وبعدين بيلمس بنته ويودعها وهو بيتحول، وبيحط عضادات بنته في بقه علشان ما يعضش حد منهم، وبعدين بيربط ايده علشان ما يأذيهمش. وبرغم من انه اتحول لزومبي بيشيل البنتين على ظهره، وسومي بتحركه بعصاية فيها حتة لحمة علشان تغريه. وبمرور الوقت بيوصلوا معسكر السكان الأصليين، وبتستقبلهم والدة سومي وبتكون فرحانة جدا ببنتها والبنت الصغيرة كمان. وكان واحد من الهنود هيضرب أندي علشان يموته، لكن سومي منعته ومسكت إزازة العطر ورشت على وش أندي علشان يرجع لوعيه ويطمن إن بنته وصلت لبر الأمان. وبعدها بتطلب سومي من المحارب إنه يموت أندي علشان يريحه من الألم اللي هو فيه. وفي النهاية بترحب القبيلة بالطفلة وبيلاحظوا رسالة على بطنها بيشكرهم فيها أندي وبيوصيهم على روز. بس كده يا سيدي، وفيلمنا هنا بيخلص. ما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل أفلامنا الجديدة. يلا أشوفكوا على خير في فيلم جديد. سلام.